السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي الكرام في هذا البث المباشر اللي إن شاء الله تعالى سنتحدث فيه عن مباراة الذهاب بين نهضة بركان والزمالك المصري. أحبابي الكرام، مرحبا بكم جميعا. ندخل بارطاجيو باش نبداو إن شاء الله تعالى نحاولوا نقدموا قراءة للمباراة، كيف لعب نهضة بركان، كيف لعب الزمالك، ما هي النقاط الإيجابية وكذلك النقاط السلبية في هذه المباراة هذه. طبعا كما تابعتم الفريق البركاني فاز بهدفين مقابل هدف واحد. كان بالإمكان أن نفوز ربما بهدفين لصفر، ولكن للأسف يعني الشوط الثاني وبعد شرود من اللاعبين وسهو كذا وأخطاء، يعني تمكن الزمالك من إدراك هدف، وبالتالي الهدف الذي يعني سيبقي الزمالك في المنافسة. يعني 2-0 كانت ستكون صعبة على الزمالك. الآن 2-1، يعني هدفين مقابل هدف. إذن أحبابي الكرام، بارطاجيو باش إن شاء الله الجماهير المتابعة للصفحة تدخل لللايف. أولا وقبل كل شيء بغيت نهضر على واحد المسألة مهمة جدا، اللي ربما بعض الجماهير كيقولوا فريق نهضة بركان انتصر ب2-1 يعني صافي، كأنه يعني نهضة بركان لما غادي يمشي للقاهرة سيستسلم وسيرمي المنديل. لا أحبابي الكرام، نهضة بركان فاز ب2-1، يعني احنا منتصرين. يعني باش نتفاهموا، كنا نأمل أن تكون النتيجة أفضل، كنا بغينا 2-0 1-0، ولكن 2-1 احنا منتصرين. يعني شكون اللي خصو يلعب كرة وخصو يخرج باش يسجل؟ هو الزمالك. وحنا كذلك يعني ممكن عندنا أسلحة هجومية باش أننا نسجلوا، حنا فريق كيسجل، لذلك نتفائلوا خيرا. ما نقولوش يعني ما نشروش واحد الطاقة سلبية في اللاعبين وفي وسط الجماهير، نحاولوا نحافظوا على التفاؤل. تصوروا لو أن الزمالك هو اللي انتصر علينا ب2-1 في مصر، كان غادي يجي البركان متفائل وغادي يلعب بواحد الصلابة دفاعية باش أنه ما يخسرش ويفوز باللقب. إذن حنا كذلك كفريق كبير، كفريق متمرس يعني في القارة الإفريقية، يعني بالنسبة لنا 2-1 يعني ماشي نتيجة سيئة بزاف. طبعا كنا نأمل الأفضل، وكان من الممكن يعني القيام بنتيجة أفضل، ولكن كما كان الحال 2-1 أحسن من 0-0، بمعنى أننا منتصرين. شكون اللي خصو يقلب على نتيجة التعادل أو لا شكون اللي خصو يقلب باش يسجل؟ أولا هو الزمالك. مزيان، ماشي الإشكال في النتيجة في حد ذاتها، وإنما الإشكال في طريقة اللعب وفي غياب الحلول عند المدرب معين الشعباني خلال الجولة الثانية. إذن يعني باش ما نكثروش الهضره على النتيجه، فالنتيجه ماشي سيئه بزاف، نتيجه عاديه مقبوله الى حد ما. الفريق البركاني سيدخل مباراه الاياب منتصرا امام يعني الفريق المصري، والفريق المصري اليوم لعب بتحفظ وباحتياط ولم يرمي بثقله على الفريق البركاني، وبالتالي يعني لو يفتح لنا اللعب هناك في مصر قد تكون هناك مساحات وفرص اكبر بالنسبه للفريق البركاني. انا بالنسبه لي دابا غادي نتكلم على نهضة بركان وكيف لعب هذه المباراه وفين كاين المشكل. اولا نهضة بركان كيعاني من بعض الغيابات، من بينهم الظهير الايمن بعد مذكور ما كيلعبش، ما عرفناش علاش. تكلمنا على هذه المشكله هذه. وسط الميدان الدفاعي بغياب كامارا والعرجون، كاين واحد الاشكال في وسط الميدان. فمعين الشعباني باش لعب التكتيك اللي لعب به، يعني الرسم التكتيكي اللي لعب به، وهو لعب ب4-1-4-1، وهذا التكتيك هذا خوتي هو تكتيك دفاعي بامتياز. لذلك فإلى لاحظتوا بان معين الشعباني ما شدش الكره، ما بغاش يشد الكره. يعني لما كتلعب ب4-1-4-1 انت كتلعب بواحد الطريقه وبواحد الخطه ماشي باش تشد الكره، وانما باش تعطي الكره للخصم. الا شفنا الاحصائيات غادي نلقاو بان الزمالك عنده نسبه احتكار الكره اكثر، يعني 60%، ونهضة بركان 40%. ولكن الا جينا نشوفوا الفرص التي صنعها الزمالك والفرص التي صنعها نهضة بركان، غادي نلقاو بان نهضة بركان عنده فرص اكثر وتسديدات حول المرمى اكثر. يعني المقياس ديال المباراه ان نهضة بركان تفوق في هذه المباراه، تفوق في هذه المباراه، تفوق طفيف. يعني لو كنشوفوا الاحصائيات نهضة بركان تفوق في بعض الاحصائيات اللي كانت لصالح الزمالك. مثلا من بين الاحصائيات اللي كانت لصالح الزمالك وهي يعني نسبه التمريرات الناجحه. الزمالك يعني نجح في تمريراته، وكانت يعني النسبه ديال التمكن من التمريرات ازيد من 80%، بينما نهضة بركان بلغت النسبه 71%. هي نسبه ضعيفه، بمعنى ان نهضة بركان كان عنده مشكل على مستوى يعني التمرير والتحكم في الكره، وكان يعني ما يسمى بلي ديشي تكنيك. بزاف لي ديشي تكنيك عند مجموعه من اللاعبين، يعني كانت تمريرات خاطئه كثيره. وفي مباراه نهائيه ما خصكش دير تمريرات خاطئه، خص التركيز،
تلعب بتركيز وتعرف فين ترمي الكره بهدوء. حنا كان عندنا بزاف التمريرات الخاطئه، ومن بين الامور الخاطئه ان الهدف السبب ديالو هو اللاعب يوسف المهري اللي الكره كانت نتاعو وضربها خرجها يعني رميه التماس. اللاعبين ديال بركان ما كانوش في وضعيه جيده، الاخرين لعبوها بسرعه، رماو بعرضيه، العرضيه اللي نورمالمون خص يكون تما العسال وسميتو ويكون في هذيك البلاصه يعني ضيو. كان اللي كان قدامه هو تحيف دائما كنقول لكم انه ما كي واخا لاعب جيد ولكن في الكرات العاليه شي مره ما كيتفوقش، وبالتالي يعني كانت الكره لصالح سيف الدين الجزائري. نورمالمون خص يكون ضيو تما ويكون العسال، ولكن الفرقه ما كانش في بلاصتها، ما كانش موقعه بشكل جيد، يعني لعبوها بسرعه يعني وتلقينا واحد الهدف اللي مفاجئ اللي بعثر الاوراق ديال الفرقه. ولكن من بعد في التغييرات اخوتي كانت تغييرات اللي ماشي صحيحه. يعني غادي نتكلموا على اللاعبين باش نتكلموا على الاداء ديال كل لاعب. اذا كما قلنا الفريق البركاني لعب 4-1 الشوط الاول كان مزيان، دخلنا بطريقه جيده، ضيعنا بعض الفرص، سجلنا، جات يعني الكره الثابته سجلنا، كنا متفوقين اداء ونتيجه، وكان حتى الفريق المصري ما عندوش فرص كثيره في الشوط الاول. يعني الفريق البركاني هو اللي كان متفوق بشكل واضح في خلال الجوله الاولى. لكن الجوله الثانيه شفنا الفريق المصري يتحرك، يعني من بعد الهدف دار ضغط الى اخره، وكانت عنده بعض الفرص اللي كان ممكن انه يسجل بها هدف التعادل. على كل نتيجه الجزء الواحد ربما الفريق المصري يفكر على انه تخدمه، ولكن انا بالنسبه لي لا، لان فريق بركان ماشي ضعيف على فريق مصر. يعني فريق الزمالك ليس اقوى من نهضه بركان، يعني بجوج بهم عندهم امكانات، وبالتالي في جوج واحد راه نهضه بركان منتصر. البراكنه واللاعبين ديال بركان خصهم يمشيو للماتش على اساس انهم منتصرين، وخصهم يتقاتلوا باش انهم يربحوا وينساو الماتش ديال الي. خصهم يلعبوا على انهم 0-0 ويحاولوا انهم يسجلوا شي واحد، فوا يسجلوا غير واحد غادي يقادوا اللعب. يعني انا نعتبر كان مطالب انه يسجل واحد الهدف باش يقاد يعني المباراه، وممكن انه ينتصر في المباراه ويفوز باللقب. مساله اخرى اللي مهمه خوتي وهو التكتيك، لو ديسبوزيتيف تكتيك اللي لعب به معين الشعباني. انا بالنسبه لي معين الشعباني اليوم ما كانش في المستوى. علاش؟ لعب 4-1 اعطاته يعني حلول، ولكن من بعد الشوط الثاني ما لقاش حلول هجوميه، عجز على انه يدير محاولات، ما بدلش الطريقه، بقى لعب 4-1 بنفس الطريقه، والتغييرات لم تكن موفقه. فمثلا خروج الفحلي اللي نورمالمون الفحلي لاعب جيد ولكن مصاب، دخول تويسيلا كيسيندا لاعب يعني دائما انا كنتقده لاعب يعني ضعيف. واش تويسيلا يلعب في بركان اخوتي؟ السمومي كذلك، هادو يعني لاعبين لا يستحقون قميص نهضه بركان. انا قلتها وعاودت لها 100 مره، ولكن للاسف ما كيسمعوش. راه السمومي وتويسيلا ما يستحقوش. بالنسبه للحارس، حارس المرمى اللي حوصل لحد ما جاتوش فرص، اما لو كان جاتو فرص كون فضحنا. يعني جاتو فرصه ديال واحد المحاوله سلكها ولكن كان قريب للكره، جاتو فرصه ديال سيف الدين الجزائري ما قدرش انه يسلكها، ولكن هذيك ماشي هو يتحمل المسؤوليه، وانما الدفاع اللي يتحمل المسؤوليه، محور الدفاع اللي ما كانوش في المستوى وخلاو سيف الدين الجزائري يخطف الكره، وكانت الكره صعبه على الكارديان. يعني الكارديان ما جاتوش يعني اختبارات حقيقيه في هذه المباراه، وكان خاف على انه في الماتش ديال الروتور تكون عنده اختبارات وتسديدات حقيقيه والدخول عليه، لانه حارس لا يطمئن. بالنسبه لبقيه اللاعبين اخوتي، الفحلي كان احسن لاعب، الفحلي كان مزيان وتحرك مزيان. تحيف يعني في ذاك الخطا اللي دار ديال الكره وانما سجل ولعب مزيان وعيا، ما قدرش انه يلعب له رول ديال ظهير ايمن. تحيف ما قدرش يلعب ظهير ايمن. فشكون الاخر؟ غادي نبداو بحراسه المرمى. الكارديان ما لم يختبر، ما نقولوا عليه لا مزيان لا ماشي مزيان. يعني بالنسبه لي هذيك الكره اللي تحملوا فيها المسؤوليه بشكل كبير. المساوي من افضل اللاعبين. العسال وضيو نسبيا يعني الاداء مقبول يعني بجوج. الجهه اليمنى تحيف عيا ما قدرش يلعب، والسمومي كان ضعيف لما دخل. من بين اللاعبين اللي كانوا مزيانين ايوب خيري كان مزيان في وسط الميدان. بوسكيتس النهضه البركانيه فهو لاعب جيد يخرج الكره بطريقه جيده. البحيري رغم انه كيمتلك امكانات ولكن صراحه كيضيع الفرق. يعني البحيري ما كيعطيش حلول نهائيا للفريق النهضه البركانيه. يعني صراحه اللعب ديالو سلبي بزاف، وبالتالي من اضعف اللاعبين اللي شفتهم في الماتش وما تغيرش. ما عرفتش انا المدرب القراءه ديالو للمباراه، يعني البحيري انا بالنسبه لي ما كانش في المستوى. المرابط حتى هو ما كانش في المستوى، ضيع واحد المجموعه ديال التمريرات الى اخره، ما كانش عند الطوب. الشوط الاول كان مزيان، الشوط الثاني عيا. كاين مشكل ديال اللياقه البدنيه عند اغلب اللاعبين اللي ما كانوش قدروش انه. مساله اخرى بول فالير يعني في راس حربه ما قدرش بوحدو، يعني كان خص جبريل الوتر يدخل بكري باش انه يجري ويضغط وكذا. على كل المهري على الجهه اليسرى
حتى هو لاعب اللي تكتيكيا محدود، عنده امكانات هجوميه كراهو كيتيري، ولكن باش يلعب لك تكتيك ويرجع ويدافع مزيان وكذا ويوقف بلاصتو مزيان عنده مشكل صراحه المهري. وشي مرات كيرجع كره للور خصو يمشي لقدام، يعني باقي عنده مشكل على المستوى التكتيكي، لاعب اللي غير ناضج تكتيكيا رغم انه يمتلك يعني مهارات تقنيه جيده. على كل احبابي الكرام، قلت بان يعني اعيد واكرر بما ان الجماهير البركانيه حاضره معنا، ما تنسوش اخوتي لو بارطاجيو باش هذا اللايف يوصل لاكبر عدد ممكن من المتابعين. قلت يعني بعض الجماهير كتقول بان جوج لواحد لصالح الزمالك، لا ليست لصالح الزمالك، بس الزمالك منهزم. هو يعني الزمالك يعني سيدخل المباراه منهزما، سيبحث عن هدف. يعني المباراه يعني بالنسبه لنهضه بركان هو اللي عنده امتياز انه منتصر، والزمالك عليه ان ينتصر بهدف ل0 لكي يفوز باللقب. اذا شكون اللي عنده امتياز؟ نهضه بركان. امتياز صغير صحيح ولكن عنده امتياز، بمعنى الا بقات النتيجه متعادله نهضه بركان سيفوز باللقب. الزمالك خصو يبحث على الانتصار، فهمتوني؟ اذا هذه النتيجه ماشي لصالح الزمالك، هي لصالح نهضه بركان بامتياز طفيف، هذا هو المنطق. وبالنسبه للاعبين ديال نهضه بركان انا اقول واحد المشكله اللي لاحظتها والجمهور راه يكون لاحظها، ونتمنى ان اللاعبين يستمعوا ليه ويحاولوا يطبقوها في مباراه الاياب. وغادي نوجه رساله كذلك للمعين الشعباني. نبداو باللاعبين ديال نهضه بركان، المساوي والعسال وبعض اللاعبين يعني اللاعبين المصريين اللاعبين ديال الزمالك كينرفزوهم، كيحاولوا انهم يستفزوهم وكيجاوبوا لهم. هذا هو المشكل. دارها المساوي يعني في ديك الحركه، دارها العسال. راه شوف، كونوا متاكدين يا لاعبين نهضه بركان ان لاعبو الزمالك سيستفزونكم في لقاء يعني الاياب. انتم اللي خصكم تستفزوهم. يجب على لاعبين نهضه بركان هم ان يستفزوا لاعبي الخصم وليس العكس. دابا الان في لقاء الاياب يجب على نهضه بركان اللاعبين ان يستفزوا، ان يكونوا خبثاء في اللعب، وان يستفزوا لاعبي الزمالك وليس العكس. لذلك انا يعني صراحه متخوف من بعض اللاعبين الذين يعني يلعبون بسذاجه ويستفزهم لاعبو الزمالك المصري. بالنسبه للمدرب معين الشعباني، انت ستلعب بال4-1-4-1، ولكن يا معين الشعباني انا شخصيا افضل ان كنت تريد ان تهاجم وتسجل وكنت تريد ان تدافع بخط يعني نحو الوراء، ان تلعب بال4-4-2 افضل لك. لماذا؟ لان ال4-4-2 ستمكنك من ماذا؟ ستمكنك من تواجد مهاجمين. حنا نهضه بركان في لقاء يعني الاياب محتاجين لجوج ديال المهاجمين، محتاجين يعني نلعبوا بول باسين ومعاه جبريل وطاره، يعني بجوج بهم علاش؟ باش نسجلوا واحد الهدف. لانه بعض المرات كنديروا عرضيات او لا، بعض المرات مهري كيبغي يدير عرضيات ما كيلقاش اللاعب. يعني ما يمكنش انت مهري كيشد كره من غادي يعطيها؟ ما كاينش اللاعب، كاين واحد. هو في العرضيات خص يكون عندك دائما لاعبين او اكثر. اذا ما يمكنش. الفريق المصري كان ذكيا في اعتماده على سيف الدين الجزيري وكذلك سامسون. اللاعب سامسون كان في الجناح، ولكن سامسون كان يلعب ايضا في بعض الاحيان في المربع العمليات ويعزز الجبهه الهجوميه. يعني كان يلعب، وبالتالي كان عنده حلول يعني كان يعني عنده مهاجمين في دفاع نهضه بركان. لذلك وجد بعض الحلول وبعض الاشكال، يعني يعني في بعض الحالات كان يمكن ان يسجل. اذا نهضه بركان 4-1-4-1 طريقه سلبيه. 4-1-4-1 ترجع للوراء يعني صعبه جدا، وخصها لاعبين متمرسين، وخصها لاعبين عندهم لياقه بدنيه عاليه، وخصها لاعبين اللي مركزين تركيز عالي جدا. ولما تلعب 4-1-4-1 كيعياو لك اللاعبين، ومن بعد تبغي تهجم ما تقدرش. ثم نهضه بركان كان عندها مشكل في التحول الهجومي، لا ترانزيسيون اوفونسيف. شنو هي لا ترانزيسيون اوفونسيف؟ نهضه بركان كان يدافع، ولكن في التحول من الانتقال من الحاله الدفاعيه نحو الحاله الهجوميه كان هناك خلل. يعني وسط الميدان اللي هو الذي يقوم بهذه العمليه هو البحيري، لم يقم بدوره. البحيري هو المطالب انه يعني يكون كأداة ربط يعني ما بين الحاله الدفاعيه والحاله الهجوميه، ولكنه كان يعني يمتلك الكره ويعني يلعب ببطء. البحيري دائما يلعب ببطء، مشكله في وسط الميدان. لذلك انا شخصيا افضل ان يعود لامين كامارا الى وسط الميدان رغم عودته وغياب التنافسيه. افضل ان يعود لامين كامارا، وبعد ذلك اذا ظهر انه يعني لا يستطيع ان يكمل المباراه يمكن تغييره. افضل البدء في مباراه الاياب بلامين كامارا. العرجون غادي يلعب في الاياب. العرجون لن يلعب الاياب لانه تلقى بطاقه حمراء مباشره، وتلقاها في لقاء يعني الاياب ضد ابو سليم. يعني المفروض انه لا يلعب مباراتين، والكاف قررت على انه
يعني يجب أن يلعب يعني أن تلعب المباراة لكي تحتسب له، وبالتالي العرجون سيغيب عن مباراة الإياب. هذا هو الإشكال. هنا كاين كاميرا ممكن يرجع، ونتمنى أنه يرجع في لقاء الإياب لأننا محتاجين الكاميرا. هذا الشيء اللي كاين أخوتي بالنسبة لنا. كان سأقرأ بعض التعليقات ونتفاعل معكم. محمد العمراوي يقول للأسف مشينا. لا ماشي صحيح، ماشي صحيح. محمد العمراوي كيقول لك مشينا. لا ماشي صحيح اخويا، حنا رابحنا. كيفاش مشينا؟ شكون اللي خصو يربح؟ هما اللي خصهم يربحوا. ما نبقاوش عاد نفكروا بواحد التفكير بدائي. حنا نهضة بركان، واللاعبين تا هما خصهم يامنوا باللي راه حنا نهضة بركان. حنا فريق اللي قوي. لو كان الزمالك هما اللي ربحونا عندهم بجوج لواحد، واش غادي يقولوا هذه الهضره؟ غادي يقول لك ربحنا وخصنا نحافظوا على النتيجه وخصنا نلعبوا مزيان وكذا، غادي يفرحوا. حنا ربحناهم بجوج لواحد ويعني حنا رابحين ونقولوا حنا مشينا. راه هما اللي خاسرين ماشي حنا. خصنا نكونوا شويه ذكيين، يكون عندنا شويه الشخصيه ويكون عندنا شويه الثقه في النفس، واللاعبين خصهم يلعبوا بشراسه وقتاليه. هذا راه لقب ماشي الزعاقه. انت راك غلبت بركان مزيان، كان خصك تربح 2-0 راه 2-1 ما فيها بس، ولكن في الروتور خصك تلعب كره تقاتل معهم صباط، جيب غير التعادل راك مزيان وتقدر تسجل شي واحد. المهم خصك تقاتل معهم. يعني هذه رساله للاعبين اللي خصنا نتقاتلوا معهم. بالنسبه لبن عوداش جمهور عندنا ناس، هذا هو المشكل. الجمهور ديالنا كيتفرج. محمود يحيى يقول مرحبا بكم في استاد الرعب. ما كان لا استاد الرعب لا والو. اخي محمود يحيى المصري، اخي من الزمالكاوي، لعبنا ضد الزمالك في 2019 وكنا متعادلين وكنا قريبين من التسجيل، يعني في ملعب الإسكندرية بعدد جمهور يعني 70,000 65,000 و 70,000، ولعبنا هناك وكنا قريبين من التسجيل هناك والانتصار، وتمكنت من العودة بضربة جزاء فقط وفزتم بالضربات الترجيحية. ما كان لا ملعب الرعب لا والو. نهضة بركان قادر أن يلعب في مصر وبطريقة أفضل، وأنا أؤكد لك أن نهضة بركان سيقدم مباراة أفضل يعني في القاهرة. أؤكد لك الأمر. لدينا أسلحة هجومية جيدة، فقط يجب على معين الشعباني أن يستغلها أحسن استغلال. مشكل الآن في معين الشعباني لأنه لم يحسن قراءة الشوط الثاني ولم يتعامل بذكاء مع هذه المباراة. إذن يجب عليه في مباراة الإياب أن يلعب بمهاجمين وأن يحاول أن يسجل وأن لا يترك الكرة للزمالك. في هذه المباراة ترك الكرة للزمالك، لعب بطريقة عدم الاحتفاظ بالكرة وترك الكرة للخصم، ولكن هذه الطريقة يعني نفعته في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني لم يستطع يعني أن يكمل بنفس النسق. وبالتالي أنا أظن أنه يجب عليه أن يمتلك الكرة في مباراة يعني الإياب، مثلا أن يلعب بال4-4-2 لوزونج معين. المهم يفكر في طريقة مختلفة إن شاء الله تعالى وسيفوز هناك أو يتعادل ويحصل على اللقب. بن عودة يقول غياب اللياقة البدنية. صحيح هناك إشكال في اللياقة البدنية، وحتى طريقة اللعب تتطلب لياقة بدنية عالية. 4-1 يعني تتطلب مجهود كبير جدا. المهم خاصنا العرجون وبعد دي والمليوي هادو ما كاينينش، والعرجون بعد دي يمكن العرجون موقوف. بن عودة الإدارة ارتكبت خطأ كبيرا بعدم التجديد للبكر الهلالي. كان هناك تفوق كبير للزمالك في وسط الميدان. وسط الميدان هو اللي فيه المشكل، وطريقة لوقوف اللاعبين. لأن شوف نهضة بركان لماذا لم يتفوق في وسط الميدان؟ أقول لكم لماذا. لأنه لعب بالفحلي قدم مباراة جيدة، ولكن المهري غائب تماما، لا دور له في المنظومة الدفاعية. المهري لاعب صراحة عادي، يعني في الهجوم جيد ولكنه يعني لاعب عادي لا يقدم الحلول. لعب البحيري يعني يكثر من ارجاع الكره للوراء. كان هناك ايوب خيري جيد، هو اللاعب الوحيد اللي كان جيد في الوسط. يعني هناك اشكال لانه لعب بال4-1-4-1 فهمت، والمرابط لم يكن في مستوى المطلوب. لذلك فنهضة بركان مطلوب منه ان يغير طريقه اللعب. ما دام هذه الطريقه يعني لم تؤتي اكلها، عليه المدرب ان يغير طريقه اللعب وان يلعب بال4-4-2. انا افضل في لقاء الاياب ال4-4-2. حسن علي يقول الزيت فوق اخي الزمالك كان يلعب كان في ميدانه. انت مش تخيل اخي عز الدين باستاد القاهره. اخي حسن ابو قناوي، اذا كنت تفهم في كره القدم فان احتكار الكره لا تعني مطلقا ان الفريق لعب بشكل جيد. الريال لا يحتكر الكره، يرجع للخلف ويلعب بال4-4-2 وينتصر ويفوز. فهل الريال يعني عندما يرجع إلى الوراء وينتصر على السيتي وينتصر على مجموعة من الفرق الأوروبية نقول على أنه ضعيف؟ لا، ريال مدريد لا يحبذ امتلاك الكرة ضد الأندية التي تمتلك الكرة. نهضة بركان لم يمتلك الكرة، ترك الكرة للزمالك، وكانت الحصيلة يعني حصيلة المحاولات لصالح نهضة بركان، الأهداف لصالح نهضة بركان. إذن هناك تفوق.
نهضة بركان سجل هدفين، محاولات أكثر، هناك تفوق، لكن في بعض التفاصيل وبعض الأشياء لم يكن هناك عمل جيد من طرف لاعبين نهضة بركان خاصة في وسط الميدان، لأنه كان هناك فقدان للكرة بشكل كبير جدا. يعني نسبة التمرير الصحيح 71% وهي حصيلة ضعيفة، لابد أن تتجاوز 80%. يعني لما تكون عندك 71% ديال التمريرات الصحيحه هناك خلل. اذا هناك مجموعه من الاشكالات عند نهضه بركان على مستوى التمرير، على مستوى كذا التموقع، ولكن عموما تفوق نهضه بركان، ونهضه بركان يستطيع ان يكرر نفس الامر وتفوق في القاهره ووسط القاهره. واؤكد لك ان نهضه بركان قادر على هزيمه الزمالك بالقاهره لو آمن يعني بحظوظه ولعب اللاعبون بقتاله وبشراسة وبإمكاناتهم الحقيقية، يستطيعون انتصار خارج الميدان. أقول لك لأن نهضة بركان عنده عناصر جيدة جدا، يستطيع أن يفوز حتى في القاهرة. نقرأ بعض التعليقات الأخرى. الشوط الثاني كارثي، هناك يعني إشكال، ما عرفتش علاش تم إخراج الفحلي. الفحلي خرج لأنه كان مصاب، المفروض أنه لا يخرج، ولكن الفحلي خرج لأنه كان مصابا. وتويسيلا كيسين لاعب ضعيف، كنت دائما أقولها وأردد وأكرر، ذلك اللاعب ضعيف، ولكن الإدارة الشعباني ما فهمتش أنا لماذا يعجبهم ذلك اللاعب. لاعب يعني متهاون ضعيف لا يصلح لفريق نهضة بركان. السمومي لاعب ضعيف لا يصلح لنهضة بركان. التحيف هناك من يقول لك لماذا أخرج تحيف. تحيف قدم مباراة جيدة ولكن تعب، إنه لا يستطيع أن يقوم بدور الظهير الأيمن ويجري ثم يركض كذا، لأنه هو اعتاد أن يلعب كمحور الدفاع. نعرفوا بأن محور الدفاع ما كيجريش اللعاب، محور الدفاع اللاعب ما كيجريش بزاف، يجري أقل. باش أنت تحطه هو محور دفاع مولف يلعب بواحد اللياقة بدنية معينة وترميه ظهير أيمن ويطلع يهود وكذا ويتبع اللعابة، صعيبة عليه، يعيا، لأنه ماشي الدور ديالو، الرول ديالو أنه كيكون في محور الدفاع كيكون بشكل جيد. فهمتوا؟ إشكال كان عندنا في الظهير الأيمن، وكان عندك كذلك في وسط الميدان اللي كان هناك ثقل في اللعب وما كانش واحد سميتو، بالاضافه لراس الحربه بول فالير اللي ما خدمش، ما دار والو، كاين شي اجتهادات. جبريل وطار كيخصو يدخل بكري لان الاخر ما دار والو. هادشي اللي كاين اخوتي. اذا فين نقراو بعض التعليقات الاخرى. المهم نقراو بعض التعليقات. مهري بدون اضافه. اسياد الشرق يقول مهري لاعب، شوف اخي الكريم اسياد الشرق، اللاعب المهري لا لديه بعض المقومات الهجوميه ولكنه من دون اضافه. انت تلعب به في 4-1-4، يعني 4-1-4 ما صلحلكش، ما قدرش نهائيا يكون قوي. نورمالمون هذيك الجهه هذيك اللي فيها مهري كان ممكن نلعبوا بها بالمصواب. شنو المصواب نحطو تما انا احسن. علاش؟ ويمكن في لقاء العوده نديروا المصواب تما. علاش؟ خصني اللي يدافع صاحبي، بغينا نهجموا سي فغي، ولكن خصنا اللي يدافع شويه، خصنا اللي يدافع شويه. دابا هو ما كيعرفش يوقف مزيان، ما كيهربش، ما كيرد الكره اللور، يعني كيقتل الكره صاحبي، ما يديرش التمريرات مزيانه، العرض يعني والو صاحبي والو. يعني شنو كيستنى شد الكره تجي الكاري دي زويت يهرب ويتيري. عنده ديك الميزه انه حدا الكاري دي زويت يقبضها ويتيري فقط، ما عندوش شي حاجه اخرى. هذا هو الاشكال ديال المهري. الفحلي لا، الفحلي مقاتل، يضغط يهجم يرجع للخلف كذا يدافع. يعني الفحلي لاعب نموذجي، احسن لاعب هو الفحلي، لاعب نموذجي، كان وراء ضربة الجزاء، كان وراء الخطأ. يعني الفحلي هو أحسن لاعب بالنسبة لنهضة بركان، كان ممتازا. ولكن المهري صراحة يعني لاعب عادي وما يقدمش، يعني لا ما عندوش التكتيك، يعني خصو يخدم على الجانب التكتيك. بن حمول وجدي لا، الشعباني خرج الفحلي لأنه كان مصاب، خرجوا لأنه كان مصاب، كانت تبريسة، ماشي لأنه الفحلي يقدر يكمل الماتش. ضروري تسجيل الهدف في الإياب. نعم، من أحسن لقاء الإياب كما يقول بن عودة الشريف 4-4-2. نعم خصنا 4-4-2 باش علاش؟ باش نديروا خطورة للدفاع ديال الزمالك. يعني شوف أنا في نظري من الأفضل نلعبوا ب4-4-2، وفي الهجوم ديالنا نبقاو نلعبوا كرات عالية عند دوك الزوج هذوك، فهمت؟ يعني دوك الزوج مهاجمين ونستناو الدوزيام بالون، يعني نلعبوا لهم شويه على الدوزيام بالون، ومره من يطلع المساوي ولا يكون يسونطري العرضيه يكون تما جوج مهاجمين. يعني خصنا نبدلوا الطريقه ديال التنشيط الهجومي. علاش؟ لان بواحد المهاجم لقينا مشكل، ما قدرناش نطلعوا سميتو بالاطراف، لان الزمالك كان يعني محسن الدفاع ديالو، ما قدرناش نطلعوا. بالتالي كانت شي طريقه، خصها تكون طريقه مختلفه في بناء الهجمه، نلعبوا شويه على الكرات العاليه، ولكن بشرط ان يكون عندنا مهاجمين. يكون عندنا مهاجمين ولا وسط الميدان يتقدم باش انه يشد الكره الثانيه، ويكون هناك تركيز، خص يكون هناك تركيز في استغلال الفرص. خاص الاياب يدخل كاميرا، والعرجون ما غاديش يكون الكاميرا، خصو يدخل صراحه، يخلي البحيري في الاحتياط. ان شاء الله منتصرون ومنصورون اخوتي، ان شاء الله منتصرون ومنصورون. يعني ما يكونش عندكم الياس، تكون عندكم الشخصيه. انت راك سميتك بركان، نهضة بركان، انت لست سهلا،
انت لست فريقا عاديا، انت اسمك نهضة بركان مثلك مثل الزمالك، ستلعب هناك بشخصية نهضة بركان. اذا وانت منتصر ب2-1، يعني كنا نريد ان ننتصر باكثر من هذا، ولكن 2-1 منتصر. من الذي منهزم؟ الزمالك. يعني ماشي الفريق المنهزم يفرح، لا، نحن منتصرون ب2-1 وسنلعب هناك كامل حظوظنا ونحاول ان يعني اما نحافظ على النتيجه او ننتصر. محمد الدحماني، قلت ان النتيجه نعم لصالح نهضة بركان ايجابيه. يجب على الفريق ان يتحضر بدنيا وذهنيا لمباراه العوده، لان الهدف المسجل هناك قد يزعزع ثقه الفريق. هذا هو المشكل اخي محمد الدحماني. ثقه يزرعها المدرب والجمهور في اللاعبين، واللاعب نفسه في نفسه. يعني اللاعب خصو يكون تايق في راسه، انا غلبت ب2-1، مازال عندي الحظوظ ومازال نقدر ننتصر ونلعب مزيان ونركز. خصني يكون عندي ثقه في راسي، مازال انا رابح ب2-1 وانا اللي متفوق في هذا الماتش، اذا خصني نزيد ناكد. فهمتني؟ هذه الثقه خصها تكون عند اللاعب وكذلك عند المدرب، ولكن المدرب خصو يخدم على المستوى التكتيكي ويلقى حلول، لانه ما كانش مزيان في الشوط الثاني. بدر ناجي العرجون غادي يلعب في الاياب، والله اعلم الا لعب مزيان، مانيش عارف انا كانت عنده واش بطاقه حمراء مباشره ولا بطاقه صفراء، ما عرفتش. على اولي الا لعب العرجون راه مزيان، انا الا لعب العرجون في الاياب راه ممتاز غادي يكون ممتاز. بالنسبه للخص الاياب يدخل كاميرا العرجون ويخلي البحيري، طبعا غادي يكون خيري الا كان العرجون راه مزيان، غادي يدخل خيري وحسن، يعني يلعب خيري للامام والعرجون وكذا، بالاضافه سميتو المرابط. بالنسبه لبعض التعليقات، البحيري عزيز عليه يدير الرومبوان، دائما يديرها. خوتي بكال القروي قال واحد الكلام مهم جدا، قال لك البحيري عزيز عليه يدير الرومبوان وكيقتل المحاولات. اخوتي شفتوا البحيري راه السبب في ان المدرب لعب ايوب خيري يعني في بلاصه يعني بحال نقولوا في 6، يعني في 6 لعب خيري في 6 بجانب المدافعين. السبب هو ان يعني البحيري كيقتل الكره وكيدير اخطاء وكيشد الكره. فهمت؟ يعني هذيك المشكله ديال ياسين البحيري خلات ان المدرب يعتمد على ايوب خيري. علاش؟ لان ايوب خيري كيلعب كره سامبل، كيطلق الكره بواحد السهوله بواحد كذا، دونك هو خاف انه يدير البحيري ويبقى يضيع له الكره تما. دونك شنو قال نعتمد على ايوب الخيري باش يخرج الكره بسلاسه. فهمتوا؟ ولكن للاسف واخا اعطينا ياسين البحيري دور اخر، ولكن ما قدرش انه يلعب بطريقه جيده، رغم انه يشد الكره عنده امكانات، ولكن للاسف كيتقل الكره هو وهذاك اللاعب ديال المهري. نزيدو نقراو بعض التعليقات. المعد البدني عنده الخدمه هذا الاسبوع، خصهم يخدموا خويا، وماشي غير المعد البدني اخي عز الدين اعراب، كذلك الذهنيين والنفسيه. راه كنقول لكم العزيمه اخوتي، الصلابه، الشراسه، الثقه في النفس. انا فايز على الزمالك وخايف، علاش نخاف؟ انا انتصرت عليهم 2-1، نمشي تما نتقاتل معاهم سباط، انا اللي هما اللي خصهم يجيبوا واحد يغلبوا، ماشي انا نلعب مركز، نسد المنافذ ديالي مزيان، نركز نحاول نلعب على الهجوم، ولكن خصني نلعب على الكونتر اتاك. المشكله في هذا البركان ما كانش عندنا الكونتر اتاك. شفتوا الاشكال فين كاين؟ كندافعوا اوكي، ولكن فين هو الكونتر اتاك؟ يعني التحول الهجومي كاين فيه مشكل اخوتي. انا راني ندافع مزيان اوكي، ولكن فين هو الهجوم؟ يعني خص الخدمه. انت خدمت بطريقه الاجنحه ما سلكتهاش، فكر في مهاجمين، دير 4 في الوسط وفكر في مهاجمين، فكر في مهاجمين افضل من مهاجم واحد. نتمنى انه الرساله ديالها توصل للشعباني. يا معين الشعباني، فكر في انك تلعب مهاجمين، لعب 4-4-2 وان شاء الله يكون الخير وغادي تكون فيها البركه والخير وغادي يكون فيها الامور مزيانه. وتذكر اننا كنلعبوا 4-4-2 كنلعبوا مزيان خارج الميدان، ولعبنا بها ضد الزمالك بعدا كنا مزيانين، ولعبنا بها ضد النادي الافريقي مع الجعواني كنا مزيانين، ولعبنا بها دائما ملي كنلعبوا 4-4-2 خارج الميدان كنكونوا مزيانين. نتمنى ان الرساله ديالي توصل للمعين الشعباني. 4-4-2 في الاياب. السي معين الشعباني بغينا 2 ديال لي زاتاكون دو بوينت في لقاء الاياب، باش اننا نقدروا نخلقوا مشكله للزمالك وما نخليهمش يهجموا علينا، لان ما يمكنش نبقاو ندافعوا طيله 90 دقيقه بدون خطوره على الخصم. لا بد اننا حتى حنا نصنعوا اللعب، وبالتالي لا بد من ايجاد طريقه معينه لكي يعني نخلق الخطوره على الخصم. سول مؤمد العز اخي الكريم، نتمنى تعطى فرصه للاعب الافريقي الاخر اللي يلعب فرصه الميدان. ولا عندك الصح، ولكن ما نعرف دابا واش، انا صراحه ما شفتوش مزيان هذاك اللاعب نقولوا ولا كسميتو، فعلا كان ممكن تعطى له فرصه ولكن ما عرفناش الاداء ديالو كي يكون. حميد فتحي البحيري كان ضعيف دائما اخويا، البحيري دائما بولحيا بوتمارت كيرد الكره للور، هو دابا المشكله باش كيدوخ كيشد الكره ياك، ولكن الاشكال ويجري معطاء بدنيين
ولكن كيقتل لك الكره اصاحبي، ما كيلعبش بواحد السلاسه. فهمتوا؟ ضيعوا العسال ما بغاوش يتعلموا المشكله ديال ماشي ضيعوا العسال، دابا الاشكاليه هو المهري، هو السبب اللي كانت عنده كره ورماها للتوج ولعبوا الاخرين بسرعه، وكان تحيف ماشي في بلاصتو، عاد يلاه جا تما كيعاون سميتو ضيو العسال ما كانش في بلاصتو، يعني مشكله. والجزائري صيدهم بوحدو، صيدهم اصاحبي، راه ديال الفقعه. لاعب واحد يعني يرتقي ويسجل اصاحبي، هذه راه صراحه غريبه، يعني لاعب واحد يتمكن من التسجيل. فهمتوا الاشكال؟ اتمنى ان يلعب جبريل الوتر الرسمي في مباراه الاياب، وتويسيلا يعتمد عليه. لا يعتمد، لا، تويسيلا ما خصوش، لا يصلح مطلقا. تويسيلا لا يصلح لمثل هذه المباريات. تويسيلا خصو شي فرقه ضعيفه ويلعب على الجهه اليمنى يجري، ما يقدرش لهذه المباريات. الفحلي الفحلي راجل، اما تويسيلا لا يصلح لهذه المباريات. المهري شويه يعني عنده شويه، ولكن ما تكتيكيا مشكل، ما كيخدمش بحال الفحلي. الفحلي كيخدم تكتيكيا ويشتغل وكذا، وعنده يعني واحد الاداء جيد. نجيو نقراو بعض التعليقات اخوتي. جمال عمر: الهجوم فيه غير الفحلي كيتقاتل، اما مهري مهري ما كيتقاتلش اخوتي. مهري يعني تقدر تعطيه كره قدام كاري دي زويت يثيري مزيان، عنده تسديدات جيده، ولكن واش انت غتبقى تستناو حتى نعطيك كره؟ راه خصك انت تخدم وكذا، وتحرك وهذه وتهرب وتكون عندك واحد الرؤيه للملعب، للاسف. وحتى الطريقه ديال المدرب ما ساعدش اللاعبين. جهاد ادريس يقول الحمياني لا يطمئن. صحيح، راه شوف اخوتي، راه نهض بركان رغم انه يعني تلقى هدف، ولكن عموما المنظومه الدفاعيه راه خلات الحمياني في راحه، لان الحمياني راه مشكله، راه ما جاتوش فرص، جاتو فرصه اللي نقدها والفرصه الثانيه تسجلت، بمعنى وكانت فرص اللي بعيده، بمعنى ان الحمياني لم يختبر اصلا، لان 4-1 خلات الفريق البركاني كان مزيان في الدفاع، ولكن كانت بعض الثغرات وبعض الهفوات. فهمتوا؟ يعني عموما راه كانت الدفاع، ولكن كانت بعض الثغرات وبعض الهفوات. وهذه الطريقه لعبنا بها ضد الجيش الملكي، نفس الطريقه لعبنا بها ضد الجيش الملكي وعطينا لهم الكره. يعني حنا دابا كنعطيو الكره للجيش الملكي وكنعطيو الكره للزمالك. فهمتوا؟ هذا هو الاشكال، ما كنشدوش كره، خصنا نشدو كره شويه. اذا عزيز، سلام اخي شكيب خليل عز الدين الحمياني حارس باين اخويا شكيب خليل. صامد العثماني: داك تويسيلا غير راني قلتها لكم فوقاش اخوتي، هذاك رايك غير تدبز. شكون هو؟ راك غير تدبز؟ انا اللي غير ندبز ياك. واش راك داخل عندي؟ مين راني غير ندبز انا؟ علاش راك داخل عندي؟ داخل انت عندي. وبين انت اللي مجهد، انت اللي كتعرف، انت اللي عندك التحليل. ودخل ها هما الجماهير قدامهم، نتحداك طلع دير مباشره وهضر، ووري لنا هذا المستوى ديالك في التحليل وفي الهضره وكذا، ووري لنا هذا النيفو ديالك اللي راني كندبز انايا. سامي تعتمد كيكون خاص بعد ديو كاميرا. الفريق ضعيف، بدلاء والو. دريس كراعي نعم كاين واحد المشكل في بدلاء. بن حمو وجدي مباراه العوده يجب ادخال اللاعب بعدي على الجهه اليمنى الا كان حاضر مزيان بعدي صراحه، وخصنا نلعبوا ب 4-4-2. برافو عليك الا جا بعدي نلعبوا ب 4-4-2 افضل، وغادي نكونوا بطريقه افضل ان شاء الله في المباراه الاياب. الفحلي رجل المقابله مما لا شك فيه. الاخ صامد العثماني: نتمنى في لقاء الاياب الاعتماد على الوعد الحميه. لا، بجوج ضعاف، غير هي مشكله بجوج ضعاف. عثماني فينا نمشيو. المهم اقراو التعليقات اخوتي. الكرات العاليه كانت صحيح الاخ فتحي الشكراني. الكرات يعني الكرات كما كنقولوا الثنائيات العاليه، الكرات العاليه لي ديال ايغيان كانت تفوق للزمالك، وهذيك ديال الارض الارضيه كانت تفوق لنهضه بركان في الصراعات الثنائيه، وكان تقريبا توازن. يعني شوف فين كاين المشكل، في الصراعات الثنائيه كان توازن، تفوق شويه في الكرات العاليه للزمالك. نهضه بركان خلق فرص اكثر، يعني محاولات وتسديدات، كان شويه تكافؤ في كما قلت لكم في هذه يعني الصراعات الثنائيه. المشكل بين نهضه بركان هو اللي يدير شي تكنيك تضييع الكرات كثيرا، عندهم يعني 71% نتاع التمريرات الصحيحه. اذا الفريق اللي يلعب ب 4-1 خصو يتمكن في الانتقال الهجومي انه ما يضيعش كره. حنا في ذاك الانتقال الهجومي كان عندنا البطء، كنا يعني بطيئين، زائد اننا كنضيعوا كره، كنرميوها عشوائيه. في كم من كره كنا يعني نرمي الكره بشكل عشوائي. كانت عندنا بعض المحاولات او بعض الفرص السانحه اننا نقدروا نخلقوا منها فرصه، ولكن كنلعبوا بواحد العشوائيه. فهمتوا؟ كان ممكن نسجلوا عليهم الثالث، ولكن العشوائيه هي اللي طغت على الفريق البركاني في طريقه لعبه، وبالتالي فلم يتقن
يعني هذه الخطه ديال 4-1 4-1 لم يتقنها بشكل جيد نهضة بركان، انما تمكن من تحقيق بعض الاشياء منها ولكن لم يتقنها بشكل جيد. نجي اطلس يقول لك نقول مبروك للزمالك. لا اخي، لا يجب ان تقول مبروك للزمالك. لماذا مبروك للزمالك؟ هل انتصرت؟ الزمالك منهزم، كيفاش مبروك؟ انت دير 0-0 سيدي. تصور اننا لعبنا حصلنا على 0-0. من عليه ان ينتصر؟ الزمالك. الان 2-1 افضل من 0-0. يعني بمعنى ان نهضة بركان منتصر ب2-1 افضل حتى من 0-0. فوز الزمالك ب1-0. نهضة بركان اذا انهزم ب2-1 تعادل، وان بقيت النتيجه متعادله نهضة بركان سيفوز باللقب. يعني كاين امكانيه للفوز باللقب احبابي الكرام. خصنا نشجعوا الفرقه ديالنا ويكون عندنا يعني الثقه في راسنا في الفرقه، ما نكونوش عاوتاني نبقاو ندمروا ونقولوا ما كان. لا، كاين اخطاء كذا، ولكن على العموم راه انتصرنا. باش نكونوا واضحين اخوتي، الا جينا نشوفوا الفرقه شكون اللي انتصر في هذا الماتش كان احسن شويه. بركان كانت احسن. علاش؟ الاحصائيات اللي كتهضر. لان كاين دائما كنقولها لكم، كاين اللي كيشوف احتكار الكره كيقول لك الفرقه شدت الكره تلعب احسن. لا، ماشي اللي كتشد الكره تقاس ماشي باللي كتشد الكره، ولكن بالفرص وبالنتيجه النهائيه. الفرص والنتيجه النهائيه لصالح نهضة بركان. اذا تفوق لنهضة بركان في مباراه الذهاب، ننتظر مباراه الاياب. طبعا هناك امتياز للجمهور وكذا والملعب للزمالك، ولكن يعني نهضة بركان قادر على انه يقدم مباراه جيده، وقادر على انه يلعب مباراه كبيره بالقاهره. فقط يعني اهم شيء هو تجنب الاستفزازات ديال لاعبي الزمالك. نهضة بركان اللاعبين ديالو بينوا على انهم يعني ماشي احترافيين. بعض اللاعبين كيمشيو مع الاستفزازات ديال الجانب المصري، فحذاري من الاستفزازات ديال اللاعب المصري. خص العكس اللي يوقع، خص اللاعبين ديال نهضة بركان هما يستفزوا المصريين في مصر ويحاولوا انهم يخرجوا منهم شي بطاقه حمراء. يعني العكس هو اللي خصو يكون. اذا محمد بركاني خويا ديما كتنتقد خيري لهذا الماتش، هو وعسال داروا بوم. انا شكون اللي قال لك ننتقد خيري؟ واش راك تهضر بنيتك ولا فين ننتقد خيري؟ فين عمري ننتقد خيري؟ تبان لك تهضر ما بكاش. فين عمري ننتقد خيري؟ انا كنقول عليه بوسكيتس في الصفحه وانت تقول لي تنتقدته. خيري ما انتقدتوش اصلا كاع. ديما كنقول عليه لاعب جيد. كنتقد انايا المهري، كنتقد تويسيلا، كنتقد السمومي، كنتقد الحمياني، كنتقد ياسين البحيري. فين عمرو شتني ننتقد ايوب الخيري؟ راه غير هذا المنشور هذه المره قلت لك عليه بوسكيتس، رغم انه ما لعبش في البوست ديالو. لا بالعكس، العسال مزيان، ما نتقدش خيري والعسال. راك غلطه عمي، وقيلا كتهضر على شي واحد اخر. ضاي موسوي كان ممتاز، ضايو كان يعني مزيان نسبيا واخا ماشي بون نيفو. كيقول لك ننتقد الخيري. فين عمرو انا خوتي ننتقد خيري؟ انا خاص يلعب بدفاع متقدم باش ما يصدوش. برافو عليك. دابا شوف اخويا، ها هو دابا طريق بركان كيقول افكار جيده. ممكن بركان يلعب ب 4-4-2 ويتقدم شويه ويحاول انه يضغط مزيان ب 4-4-2. فهمتوا؟ يدير ضغط عالي ممكن، ولكن يحتاط من وما يلعبش بتحيف، لان تحيف ما يقدرش يجري. يلعب بلاعب اللي ممكن يكون عنده السرعه. فهمتوا؟ فخصو يفكر في شي طريقه انه يهجم على الزمالك. ما نتراجعش اخويا، خصني نسجل. انا اللي خاسر دابا. خص بركان يديروا في راسهم هما اللي خص يربحوا الماتش، يمشيو تما على اساس انهم خصهم يسجلوا باش يربحوا. فهمتوا؟ هذا الشيء اللي خص يكون في الفكر ديال المدرب واللاعبين. نقطه الضعف تاع بركان هو المعد البدني مراد بي. اخويا مراد ماشي غير المعد البدني، نهضة بركان حتى الايقاع ديال المباريات ما عندهاش تنافسيه، يعني كاين مشكل. محمد الحماني قال سامي الطربوس في التصريحات عبر قناه بي ان سبورت هدف الجزائري تحمله المدافع وحارس المرمى. صحيح، الحارس المرمى كذلك ولم يخرج يستقبل الكره. صحيح، برافو عليك. ولو انه كان بعيد ولكن يتحمل المسؤوليه يعني فعلا. ولكن المدافع اساسا يعني الدفاع كامل، خط الدفاع كيتحمل المسؤوليه، حتى الحارس يعني خط الدفاع كله. علاش؟ لانه التموقع ديال اللاعبين ماشي هو هذاك. العسال كان بعيد والاخر تحف جا من لهيه كظهير ايمن، يعني الروينه اخوتي في الدفاع. انا تفاجات على انه ديك الوضعيه اللي كانت عندنا بركان. واللاعب المصري زيزو كان ذكي، استغل هذيك الوضعيه ورمى كره. يعني للاسف الشديد يعني هذيك الكره لو كان شوف زيزو كان يضرب 40 كره بديك الطريقه ما تسجلش. 40 كره يضربها زيزو بديك الطريقه لن تسجل، ولكن هذيك الكره دخلت مع الاسف الشديد. مع الاسف الشديد العسال كان غادي يخرج علينا بواحد الحمراء فعلا. داكشي كنقولوا العسال المشكله ديال لعب مزيان، ولكن كان معصب، ما خصوش يتعصب. الحارس تكلمنا عليه خويا بو حسين بوشلاغمي،
راه باين ضعيف، راه بلا ما نتكلموا عليه، ولكن ماشي هو يتحمل المسؤوليه بشكل كبير اليوم. نقولها لكم لم يختبر اصلا. محمد اتليتيزم الزمالك كيخدموا كومبينيزون رابيد لي زاتاك سوغ لي زال، يعني كيخدموا فوالا، كاين حتى خدمه تكتيكيه، يعني كاين حتى فرق تكتيكي. بان انه معين الشعباني عنده محدوديه شويه، ما كانش خدمه صاحبي، ما شفناش يعني وميليو ولا الخدمه يعني شويه ضعيفه، فهمتوا؟ خص يخدم. الخصم راه دار قراءه جيده. فالزمالك راه شوفوا الطريقه اللي لعب بها الزمالك راه تراجع، وما نظنش انه في مصر يخرج يلعب كره. الزمالك غادي يحافظ على نفس الطريقه، ما غاديش يخرج يلعب الكره. علاش؟ لانه عارف باللي بركان تقدر تسجل. دونك الزمالك سيلعب بنفس الطريقه ويحتاط دفاعيا، لانه يعرف ان بركان يمتلك اسلحه هجوميه ولن يغامر الزمالك في لقاء الاياب، سيبحث عن هدف بهدوء. وايضا طبعا اذا تمكن الزمالك من تسجيل هدف اكيد انه سيحاول ان يحافظ عليه. فهمتوا كيفاش؟ سيلعب بهدوء الزمالك. هنا خصنا بركان هو الذي يبادر ويسجل. بركان يجب عليه ان يفاجئ الزمالك ويبادر ويسجل هو الاول. اذا سجل بركان هو الاول سيصعب المباراه على الزمالك. قاد احمد تحياتي اخي قاده. رشيد العامري خاص تزيد من برا. اودي خويا غير يوصلوا فين هما، راه ما كانوش كيوصلوا الكاري دي زويت باش يسددوا، كانوا يلعبوا غير مره على الاجنحه، وداك الشيء ضعيف وما بصراحه كان اشكالات. الا ما قصاوناش الحكام غادي نربحوا ان شاء الله، نربحوا ان شاء الله. الطالب محمد ما عندناش فرقه ديال اللقب، واش ضيو كتفرج المهاجم وسط ميدان كارثي، ما عندناش فرقه وهما عندهم فرقه. الله يهديك اصاحبي، واش بغيت تقول زعما راه ربحت 2-1؟ شنو بغيت؟ راه ربحنا في الروتور، عاودنا نلعبوا مزيان، ما نبقاوش عاوتاني نتكلموا بواحد. راه الريال كتلعب مع السيتي راه تربح ب2-1 تقول لك راني مزيانه، تعادل تقول لك راني مزيانه. انت رابح ب2-1 في بلادك، ايوا خويا روح لهي وربح ولا تعادل، ما تقولش ما تنقصش من الفرقه ديالك. اللاعب الا كان اللاعب يفكر بحالك، اللاعب ديال البركاني يفكر بحالك يقول لك صافي وكذا، راه غادي نخسروا. خص اللعابه يثقوا في راسهم، يقولوا بان ما ربحنا الماتش الاول، ضيعنا واحد الفرصه باش اننا نلعبوا مطمئنين، معليش نحاولوا نركزوا ونزيروا راسنا ونلعبوا مزيان. خصي هكا يكون الخطاب ديال المدرب واللاعبين، اننا كنا بغينا النتيجه افضل ولكن معليش راحنا منتصرين، نحاولوا اننا نلعبوا لقاء الاياب بطريقه جيده. هذا هو المنطق، ماشي نقولوا خسرنا صاحبي نبقاو نتكلموا بواحد المنطق ديال كان الزمالك يعني فازت علينا. الزمالك انهزمت ب2-1. الله يهديكم. قادر نويري عذبونا في الوسط لحقاش المرابط يلعب واقف صحيح، المرابط عنده مشكل يعني بدنيا ما كيعاونش. ممكن انه يكون يمكن انا كيبان لي يمكن المرابط في الماتش الجاي من الاحسن نوظفوه يعني في الجناح. تعرف الطوفان الزمالك ما يهاجم بالقاهره نفس ما كان لا طوفان لا ولا شنو طوفان. حنا كنتفرجوا في الزمالك كتقول لي طوفان، حنا لاعبين مدريد ولا تتحدث عن الزمالك كانه ريال مدريد. الله يهديك. نحن دائما نشاهد الزمالك الذي انهزم مؤخرا امام سموحه صاحبي، انهزم امام سميحه. الزمالك ينهزم امام سميحه وتقول لي سيكون هناك طوفان؟ اي طوفان؟ لاعب ضد موديل فيوتشر كاد ينهزم. فريق عادي جدا، فريق الزمالك عادي جدا. بركان سيفوز عليكم هناك في القاهره او يتعادل. تذكر كلامي. محمد اتليتيزم يقول سو تيب دو جو 4-1-4-1 بوزوان دو جوار بوليفالون. برافو عليك. يعني 4-1-4-1 خصنا ان جوار بوليفالون يهجم ويطلع خاصه في وسط الميدان، وخصنا دي جوار تكنيك كي ميتريز لو بالون كيجو يعني لو جو رابيد ملي كتكون عندهم الكره دغيا. ولكن للاسف ما كانش عندنا هذا الشيء هذا. المهم على كل لم نتقن 4-1-4-1 لم نتقنها بكل صراحه. خاصنا 9 ماشي المشكل في 9 بوحدو، وانما الطريقه ديال اللعب اخوتي ما عاونتش. نقولها لكم يعني هجوميا الطريقه ديال اللعب ما عاونتش. توفقنا في بعض يعني الفحلي هو اللي كان سبب اننا صيدنا بعض الفرص. يعني شوف في التنشيط الهجومي كنا ضعاف، يعني المدرب معين الشعباني ما خدمش مزيان. اما ديك الكره ديال ضربه جزاء وديال الفحلي هذيك يعني بمجهودات فرديه قدر الفحلي انه يصيد بعض الاشياء، ولكن كمنظومه هجوميه عند المدرب لا، لم تشتغل بطريقه جيده. المنظومه الهجوميه عند المعين الشعباني اليوم لم تشتغل. يجب عليه ان يغير طريقه اللعب 4-1-4-1 لانها لم تخدمه ولم يستطيع ان يلعب بها بطريقه جيده. ولي ميمون كبر كان عنده غير هاد المدينه وراه والله ما عندنا فرقه زينه، راه غير ربي شويه والزهر اللي معنا ودروتور. نتمنى ما عندناش فرقه وغلبنا الزمالك ب2-1 ياك. كيفاش ما عندناش فرقه وحنا ربحناهم؟ يلا فسرها لي نتايا، فسر لنا ان الفريق ديالنا كان عنده احصائيات افضل ومحاولات اكثر. خليونا بهذا الهضره اخوتي، هذه الهضره ما عندها حتى شي معنى. بركان لا تستطيع الضغط طيله المباراه يجب تقسيم الجهد. صحيح متفق معك في طريق بركان.
نتيجه 0-0 صالحه لمن؟ ها هو رضا كيقول، رضا مزروعي كيقول لك 0-0 لمن كانت صالحه؟ 0-0 كانت غادي تكون النتيجه فخ للزمالك وخصو ينتصر، فهمت؟ ولكن 0-0 متعادله، يعني نمشيو للقاهره حنا ما رابحينش هما ما رابحينش وخصنا نربحوا. دابا لا، دابا حنا 2-1 راه حنا رابحين اصاحبي، يعني حنا الا مشينا للقاهره وتعادلنا حنا رابحين، الا جبنا 0-0 رابحين، 1-1 رابحين، نتعادلوا نربحوا، يعني حنا اللي رانا دابا الان رابحين ماشي هما، فهمتوني؟ ولكن الا ربحونا ب1-0 يديو هما اللقب، يعني خصنا نلعبوا باش نسجلوا حتى حنا واحد، نردوا لهم واحد ديالهم اللي سجلوا علينا، ديك الساعه نقادوا الميل، لان الا قدرنا نسجلوا واحد تما نخليوهم يقلبوا على الانتصار، فهمتوا؟ يعني اننا نحاولوا اننا نديروا لهم مشكل، ما نقولوش اننا ما لعبناش وما عندناش الفرقه، ما يمكنش اخوتي، ما تتكلموش بهذا المنطق، راه كاينه الفرقه، خص غير معين الشعباني يوظفها توظيف جيد. بولي الفالي ما خصوش يدخل رسمي، المهم خص الطريقه، المشكله في الشعباني. شفت هذا النهار انا نقول لكم اضعف يعني عنصر في الفرقه هو معين الشعباني، صافي غادي نجيكم من الاخر. انا كنشكر الشعباني من يتالق ومن يدير الماتش زين، ولكن هذا الماتش اقول بانه نقطه الضعف معين الشعباني، صافي، بالاضافه لبعض اللاعبين. باش نجيكم من التالي، معين الشعباني لم يتوفق في هذه المباراه، ولم يكن يعني اداؤه التدريبي الكوتشينغ جيدا. نصاف الصغيري تحياتي اخي. وليد الشيباني خاصنا 9، راه ماشي 9 اللي خاصنا، عندنا 3 ديال التسعات. واسامه حاج مبروك تسويج الزمالك اياب وسط 80. واش وسط 80 الف متفرج ما لعبناش ضدهم؟ علاش 70 مستحيلات؟ علاش تحقر راسك انت كتقول وسط كذا؟ لعبنا ضدهم وسط 65 70 الف متفرج وكنا غادي نغلبوهم تما، والخطا ديال الناجي ضربه جزاء ورجعوا لنا 1-0 تعادل. خليونا بهذا الكلام اخوتي. نهضة بركان يستطيع ان ينتصر او يتعادل بمصر، خليونا بالكلام ديال انه كذا وكذا وكذا. خصنا الثقه، المدرب يجب ان يثق في لاعبيه وان يغير طريقه اللعب، وان يغير طريقه اللعب. هذه كنقول لكم انا شخصيا كنشوف بلي بركان باللعابه اللي عندها رغم الاكراهات والغيابات قادره 4-4-2 والله ان شاء الله حتى سميتو. شوف خسرنا ضدهم اخويا غير ب1-0 ضربه جزاء، راه غير خطا ديال الناجي، ولعبنا لهم لي بينالتي، خسرنا غير بلي بينالتي، يعني راه خسرنا بلي بينالتي سميتو، يعني كنا مزيانين لو كان استغلينا الفرص. حنا دابا غادي نلعبوا لهم وكنلعبوا ب4-4-2. نعطيكم اليقين، سمعوا هذا الكلام ديالي. نهضة بركان لو يلعب بال4-4-2 ويستغل الفرص سيهزم الزمالك في عقر داره امام جماهيره. لذلك اخوتي خص المدرب يوظف اللاعبين التوظيف الجيد. زائد غادي تكون استفزازات للعناصر البركانيه من طرف الجمهور، من طرف اللاعبين، من طرف لوطيلات، خصهم يردوا البال للاستفزازات، ما يمشوش مع الاستفزازات. المصريون معروفون باستفزاز الخصوم، اذن يجب ان يلعبوا بهدوء وان لا يتعرضوا للاستفزاز. فهمتوا اخوتي؟ هذا هو المهم جدا، يعني النقطه المهمه جدا. لا البينالتي ما غاديش نكونوا البينالتي صاحبي، دابا ما عندناش البينالتي، دابا ما عندناش حنا لي بينالتي. حنا غالبا خصنا ما نخسروش الماتش، الا ما خسرناش صافي دينا اللقب. فهمت كيفاش؟ بينالتي خص 2-1 للزمالك ولعبوا لهم لي بينالتي. مي درك حنا خصنا نلعبوا ما نخسروش اخويا، مالنا حنا ما خسرناش منذ 10 مباريات. دابا هذه المباراه ال10 على التوالي لم يخسر فريق نهضة بركان، هذه يعني احصائيه ايجابيه لنا، ولعبنا ضد يعني انديه قويه ولم نخسر. اذا نحن الان لا نخسر، ولكن نسجل ويسجل علينا، دائما نسجل ويسجل علينا. ان شاء الله نسجل في القاهره. هل يعني دفاع نهضة بركان من عدم القوه الكافيه في الالتحامات مع المهاجمين؟ دفاع نهضة بركان اخي الكريم محمد فيه اشكال، لان وسط الميدان وحتى المدافعين يعني كاين شويه ديال الاشكال. كنا كنلعبوا بتاحيف وضيو، ولينا نلعبوا بالعسال وضيو، يعني كاين واحد التغيير، بزاف ديال التغييرات اللي ماشي مزيانه. لابد انه يكون استقرار في محور الدفاع. داك التغيير كثير ماشي مزيان، دون كل مره تبدل كل مره تبدل، خص يكون استقرار، شكون يلعب تما صافي سالينا. ماشي تبقى تقول لي مره يلعب اخر، مره يلعب العسال، مره يلعب التاحيف. خص واحد اللي يلعب تما ويركز ويكون مزيان، فهمتوني؟ العسال هو اللي خصو يلعب دابا، راه لعب هذا الماتش. بركان ضيعت الفوز باللقب في الملعب البلدي، ما ضيعت والو اخي الكريم. الشوط الثاني بركان كانوا اضعف،
كانوا أضعف صحيح، لأن المدرب لم يشتغل بطريقة جيدة وكانت هناك أخطاء والتغييرات لم تكن موفقة وكانت ضعيفة. بركان إن شاء الله ستلعب بطريقة جيدة خارج الميدان. وشوف أخوتي، نهضة بركان انتصر ب2-1. هناك أمل كبير لتحقيق اللقب من القاهرة. نشجع فريقنا، نتفائل، نشجع اللاعبين، نحثهم على التركيز، عدم يعني الاستسلام لاستفزازات المصريين. التركيز ثم التركيز، تكون شي منحة كبيرة للاعبين باش يتقاتلوا، وهذا هو اللي خص يكون. أخوتي تبارك الله عليكم جميعا، وما غاديش نطول عليكم. هشام الوكيلي البيت ديال الزمالك راه الكره خاص تفتحف وتغير المسار ديالها. المهم تحيف كان عنده دور سيء في ديك الكره، رغم انه كان قدم مباراه مزيانه. زكريا يقول من مركاو علينا اللعاب تحطموا ذهنيا، وهذا الشيء ما خصش يكون. هذا الشيء خص الخدمه ديال المدرب والطاقم المساعد وكذا، يقولوا للمدير ماشي مشكل عادي في كره القدم، راه الريال كي دايره وكتكون خاسره وترجع. الريال وفريق عالمي خاسر ب1 ورجع، يعني بمعنى ما خصناش نتحطموا صاحبي، خصنا نلعبوا كره. نتوما صاحبي كتبقاو تقولوا كذا ومنا كتنشروا الياس. واش راه كتهضروا بنيتكم ولا انا لاعبين لريال مدريد ولا راه مدريد وكتلعب سميتو كتولي انت؟ واش حنا لاعبين للزمالك زعما ريال مدريد هذيك كتقول لي راه غادي كدا الرعب كدا؟ اش هذا الرعب هذه عاوتاني؟ الله يهديكم اصاحبي. تلعب فرقه عاديه عندها زيزو صافي، زيزو فرقه كامله فيها زيزو، الفريق المصري كله فيه زيزو، واش ما كان والو اخوتي؟ يعني نلعبوا لهم كره، عندنا لاعبين نزيرهم، نلعبوا كره، نتقاتلوا، نجيبوا التعادل ديالنا، وان شاء الله اللقب نتاع نهضة بركة. ومن بعد نفكروا في الحارس وكذا. تكلمنا شوف الاخطاء، شوف دابا نتكلموا على كي غادي نلعبوا لهم على الحارس، هضرنا عليه وكذا وسالينا هذو المسائل كامله ساليناهم. دابا خصكم تركزوا على النهائي كي خصو يتلعب، ويكون ضغط ويكون مسانده للاعبين، وباش ان شاء الله في هذا الاسبوع نساندوا اللاعبين ونحفزوهم، يكون عندهم نفسيه قويه، نشجعوهم. دابا وقت التشجيع. واحد يقول لك ما تنتقدش، ايوا نعم دابا حنا كنهضروا، ولكن دابا وقت التشجيع. الجمهور خصو يشجع اللاعبين، يشجع الفرقه ويزرع الحماس ويدفع الفرقه انها تركز وما ديرش اخطاء وما تعرضش لاستفزازات وكذا، ويحاول انه يكون ايجابي سميتو في المباراه ديال الاياب. وان شاء الله تكون المباراه لصالحنا التبركان. نمشيو بهذه المنطقه اخوتي، وتبارك الله عليكم، وتفائلوا خيرا تجدوه اخوتي. واش انا رابح ب2-1 نخاف ولا؟ الله يهديكم اصاحبي. بركان دابا كون رابحه ب2-1 تمشي للرجاء الكازا، واش تخاف امام الجماهير الدار البيضاء؟ ما تخافش اصاحبي. بركان اصلا غادي تلعب للرجاء ما خايفاش، وتقدر تغلب وتقدر. هذه الرجاء اللي فريق قوي، دابا غادي تلعب انت للزمالك اللي في اضعف حالاته وتمشي عنده للقاهره وتخاف به. باش تخاف؟ هل ستلعب ضد ريال مدريد؟ تلعب فريق عادي، الزمالك سميتو الزمالك، عنده حارس ضعيف، عنده لاعبين اللي مستوى محدود عادي جدا، بعض اللاعبين مستواهم عادي جدا، وحارس ضعيف، عنده فقط القوه في الهجوم، عنده قوه في زيزو، وبعض يعني المهاجمين يعني كالجزيري وكذا عندهم بعض سميتو. اما بقيه اللاعبين عاديين جدا. يعني الاداء المصري الزمالك عادي، لا يرقى الى الاهلي المصري. في الزمالك لا يرقى مستواه لمستوى الاهلي اقوى منه بكثير. لو كان الاهلي نقول لكم نعم مباراه صعبه، لان الاهلي فريق قوي جدا ويمتلك عناصر ويمتلك تركيبه بشريه غنيه وكذا، لكن الزمالك فريق عادي جدا، حتى في الدوري المصري فريق عادي، وبالتالي لن نهاب لن نخاف، وانما سنلعب بكل قوه ضدهم هناك في مصر. وتحياتي للجميع، ما نطولش عليكم، تبارك الله عليكم. التاريخ هو نهضة بركان عنده ألقاب، الزمالك عنده ألقاب. نهضة بركان في تاريخه في مواجهته للزمالك فاز مباراتين. كتقول لي انت يا علي حسن أبو قناوي، التاريخ المواجهات المباشرة عرفت فوز نهضة بركان في مباراتين، وفوز الزمالك بضربة الجزاء في مباراة واحدة. يعني في المواجهات المباشرة من هو الفريق الأقوى؟ نهضة بركان. فزنا في مباراتين، أنتم فزتم في مباراة بضربة جزاء، تتبقى لكم مباراة واحدة، وسنرى من يعني سيتمكن من الفوز باللقب. إذن خليونا من ديك كذا وكذا وكذا كأننا نلعب إلى ريال مدريد. أنا لست خائفا، بالعكس، أنا لو ألعب في الملعب ما نخافش. أنا راك غلط، أنت مخطئ. أنا عندي نفسية شرسة، كاللعب القتالية، يعني نبغي اللعابة يكونوا يعني يتقاتلوا. بالعكس، أنا عندي ثقة
في اللاعبين وثقة، ولكن فقط أنا ما يخيفني المدرب، لأن قراءته يعني للطريقة التي سير بها المباراة كانت خاطئة. يخيفني المدرب الشعباني لأنه تراجع كثير للوراء ولعب بخطة فيها احتياط كبير جدا. هذا هو الذي يخيفني. يعني إذا لعب بال4-1-4 ربما قد يضيع اللقب، لكن سنرى ماذا سيكون هناك. تحياتي للجميع وتبارك الله عليكم. ماهر العزاوي: تغييرات المدرب الشعباني لا علاقه، اللاعبين في الشوط الثاني متباعدين وبدون، برافو عليك، مجهود مجاني الى اخره. يعني كان مشكل تكتيكي خصو يخدم. دابا الشعباني خصو يخدم. ها المباراه ديال الالي شافها، شاف الفريق المصري، شاف المستوى، شاف كل شيء، خصو يخدم. دابا خصو يخدم. محلل الاداء المصري دابا عندهم المشكله، محلل الاداء المصري، هذا هو الاشكال. هذاك ما عرفوش يخدم ولا لا. خصهم يخدموا خوتي، خصهم يخدموا دابا على الفرقه ديال الفريق المصري، يقلبوا على نقاط الضعف، يخدموا على نقاط القوه ديالهم، يستغلوا كذا، يديروا شي ديسبوزيتيف تاكتيك يصلح لهم، يعالجوا الاخطاء. فهمتوا؟ خصهم يخدموا. وانت يا منتصر ب2-1، انت منتصر ب2-1، انت هو الذي لك امتياز، ستدخل للمباراه بامتياز، افونتاج عندك، انت الذي لديك امتياز. تحياتي للجميع اخوتي، ولا يعني لن اطيل عليكم، انا تعبت صراحه. وتبارك الله عليكم اخوتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. والنصر للنهضه البركانيه ولكامل الثقه، هذه المره للثقه الكامله في فريق بركان للفوز باللقب، بشرط ان يحسن المدرب استغلال اللاعبين، توظيف اللاعبين. اذا احسن المدرب توظيف اللاعبين بشكل جيد، نهضه بركان قادر على الانتصار حتى في القاهره. اقول لكم هذا الكلام ومتاكد منه. وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.